لو نفسك في الكبدة البانيه يبقى الفيديو ده ليكي، لو عايزاها مقرمشة وأحلى من الجاهزة كمان يبقى الفيديو ده ليكي. تعالي بقى شوفي هنعملها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة خالص وأحلى من الجاهزة ب100 مرة. يلا جبنا الكبدة البلدي كده وخلينا الجزار قطعها لنا بانيه، وحطينا مية البصل، جبنا بصلة كده وعصرناها وحطينا ميتها بتدي طعم جميل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، بابريكا مدخنة، كل ده معلقة صغيرة معلقة صغيرة على الكيلو. تمام. توم وبصل بودر، وهبدأ أقلب، وطبعا معلقة ملح، معلقة ملح صغيرة منكترش بالشكل ده. هقلب بقى كويس قوي كده، وهاجي بقى للتتبيلة الرائعة. كوباية من الردة، كوباية من الدقيق، كوباية من الفيجيتار أو البقسماط. تمام. هحط نفس التوابل اللي حطيتها في الكبدة، توم وبصل بودر وملح وفلفل وكزبرة ناشفة وسبع بهارات بتدي طعم حلو. لو في كمان شوية كده على سن المعلقة من الحبهان المطحون، حاجة كده ريحتها بتبقى بتملى البيت. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. قلبناها كويس. طبعا الكبدة دي متبلة بقالها مثلا ساعة كده، حطيتها كده وتبلتها كويس بالشكل ده. هبدأ ان انا اغلفها بالكفر دوت، وما كترش منه علشان ما تفصلش معايا. تمام. هي مرة واحدة كده بالشكل دوت. يعني مش اسيبها وارجع احطها في الكفر تاني، لا، هو على طول لو على القلي هتعملي كده. تمام بالشكل ده. الزيت سخن، الزيت بتاعي سخن، واحط بقى ايه الكبدة بتاعتي كده بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. واقلب على الناحية التانية واشيل على طول، ما استناش عليها، بحيث ان هي ما تبقاش يعني تشربش معايا زيت. استوت كده بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. هطلعها بقى في طبق التقديم، او هطلعها على مناديل على بقدونس. انا ما كانش عندي بقدونس، بس على بقدونس افضل، بتبقى طعمها حلو قوي. وهعمل بقى الدور التاني كده. بسم الله ما شاء الله. حبيت اوصل لكم الفكرة اني ما سيبش الكبدة في الزيت كتير، تقليبة شمال ويمين وخلاص. طلعت بقى كده. بسم الله ما شاء الله. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين.